لما حد يديلك مثال يوضح بيه فكرته خليك لماح. وقف المشتري عند صندوق التفاح اللي حطه بايع الفواكه قدام المحل وبص عليه كده، وبعدين قال لصاحب المحل إنه عايز الكمية كلها. فرح جدا واتفقوا على السعر، وبعدين المشتري قال له من فضلك حط لي الكمية في الكيس. فقال البايع بس انت لازم تاخد الصندوق مع التفاح. رفع المشتري راسه وبصله كده وفكره بيهزر، لكنه لقى البايع بيتكلم بجد. هو مش هيبيع التفاح إلا بالصندوق الخشبي اللي محطوط فيه التفاح. حاول المشتري يقنعه إن هو مش هيخسر حاجة لو باعه من غير الصندوق، وإنه مش هيبخسه حق، لكن البايع أصر إن أي محاولة لفصل التفاح عن الصندوق هتبوء بالفشل. واضطر المشتري إنه يخرج من المحل وساب التفاح بالصندوق بالبايع كمان. لما حد بيديلك مثال يوضح بيه فكرته ما تقيمش الفكرة على أساس مثاله، خليك مرن. المثال الغرض منه التقريب والتوضيح، يعني هو بيديلك مثال علشان يقرب لك قصده في جزئية معينة، مش علشان المثال متطابق كليا مع كلامه. وانت كشخص لما تدي لحد مثال علشان توضح بيه فكرتك مش دايما المثال بيكون سليم من أي اعتراض في الشكل أو المضمون، فخليك مرن مع الأمثلة اللي بتطرحها. ولو لقيت المثال اللي انت بتقوله فيه مشكلة وهيتحول من عنصر إقناع لعنصر تشتيت فتخلى عنه فورا، لأن أحيانا قد تكون الفكرة أوضح من المثال بتاعها. للأسف أحيانا ممكن الفكرة تترفض بسبب مثال. ما تتعنتش وتتحمس للمثال بتاعك وكأنه فرد من أفراد أسرتك وتخسر شريك الحوار علشان مثال كان ممكن تشوف غيره بكل بساطة. وخليك فاكر إن المثال جاي علشان يوضح الفكرة. الكلام اللي قلناه النهاردة من كتاب اسمه أعمق من الكلمة. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.